لا لا، دي فعلا صعبه. أوه. يعني انا متخيل ان التلاتة دي هتبقى سواد، انا حاسس بقي كله نار. ايه الاخبار؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ والله العظيم وحشتوني ووحشني الفيديوهات الطويله، بقالي كتير قوي ما صورتش. عارف انت ال 90 فيديو اللي احنا بنتفرج عليهم قبل ما ننام دمت، اللي هو بتقعد تقلب كده لحد ما تدخل في النوم؟ اتفرجت امبارح على فيديو واحد بيجرب النودلز الكوري اللي هي بيتقال عليها احر نودلز في العالم، واكتشفت ان انا لحد دلوقتي انا ما جربتش النودلز دي خالص، رغم ان انا بجيبها هدايا لناس اصحابي في مصر، وجبتها هدايا لاهلي واتعملت في البيت في مصر وانا هناك، وما جربتهاش ولا فكرت ان انا اجربها. فنفسي بصراحه جت فيها، رغم ان انا مش شخص قوي بيحب الشطه. يعني انا اقصى طموحي في الشطه نفس الشطه بتاعت السعوديه، اللي احنا اي حد عدى على الخليج وتربى هناك عارفها، اللي هي الشطه دي اللي هي بتنزل مع الكبسه دي اقصى، بص، اقصى الشبحانه بتاعتي في الشطه. فانا مش شخص بتاع شطه قوي، بس بصراحه نفسي في النودلز دي وعايز ابقى خلاص. انا جربتها، اي نعم طوب الارض عمل فيديوهات عليها بس ما جاتش على قرمط. يعني انا ما من حق اعمل انا كمان الفيديو ده. خلونا نروح سوا نطلع على السوبر ماركت الصيني. انا عارف ان هي النودلز دي كوري بس بتتباع في السوبر ماركت الصيني، وانا عارف مكانها، فمش هقعد ادور على سوبر ماركت كوري. ما اعرفش اصلا في برلين سوبر ماركت كوري ولا لا. فيلا بينا، جهزوا معايا. ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت دلوقتي على اليوتيوب، وفولو على الفيسبوك، عشان بقى ايه نطلع سوا كده نظبط نفسنا ونروح السوبر ماركت نجيب لنا كام نوع. انا بصراحه ما بفهمش فيهم قوي، اللي اعرفه ان في اكس 2 اللي هي دي يعني درجه الحراره بتاعتها عاليه شويه، اكس 3 دي احر واحده. احنا هنروح نجرب ونجيب كام واحده كده ونيجي نعملهم هنا. فيلا بينا. وصلت خلاص المحطة اللي فيها السوبر ماركت. المحطة اللي ورايا دي اللي بيتقال عليها بوتسدامر بلاتس، واحدة من أشهر المحطات هنا، وحوالين أماكن سياحية كتير. السوبر ماركت موجود في المحطة من جوه من تحت. السوبر ماركت طلع اسمه جو آسيا، اللي هو فيه كل حاجة عن آسيا. أنا سامع مظاهرة ورايا، فتعالوا نروح الأول نشوف المظاهرة دي إيه قبل ما ننزل للسوبر ماركت. يلا بينا. زي ما انتوا شفتوا المظاهره كانت نصره لجنين واللي حصل فيها الايام اللي فاتت. انا خلاص وصلت على المدخل اللي المفروض لو نزلت منه هيبقى قدامي السوبر ماركت. تعالوا بقى دلوقتي ننزل نشوف ممكن نشتري ايه. الموضوع طلع اكبر مما انا كنت متخيل. يعني كل اللي ورايا دي نودلز، والناحيه التانيه كلها نودلز برضو. فعايز بقى ايه ادور كده على شويه معلومات، اللي هو امسك الموبايل كده ادور على الحاجات اللي هم اصلا الناس بتشتريها، عشان مش عارف اي حاجه والموضوع اكبر مما انا متخيل. فادور كده الاول واعرف انا اصلا المفروض اشتري ايه، لان انا ما بعرفش اي حاجه زي ما قلت لكم. فهنحتاج بس ايه شويه تدوير كده، وبعد كده نقرر هنشتري ايه. بصوا يا جدعان انواع الدمبلز، يا نهار ابيض، ده بحر كبير. يعني مثلا بص، دي دمبلينجز بالخضار، دي باللحمه، بالهبل بقى. انت عندك انواع بالهبل. ده احنا عايزين نعمل فيديوهات على الحاجات دي والله. انا بحب الدمبلز جدا بصراحه، بس ما جربتش ولا مره الحاجات اللي هي بتبقى مجمده دي، بس دي شكلها رايقه بصراحه. لا وكمان عندهم بقى سناكس كتير، وبص مكسرات. يعني مثلا ده نقص بالشطه والليمون، ده مثلا بالوسابي، ده بص مكتوب عليها بالعربي مانجو اخضر مجفف، ده ماء كرات مانجا، ده مثلا بص لقيت هنا اهي بصي جوافه. فعندهم حاجات كتيره قوي. يعني احنا محتاجين نجرب الحاجات دي برضو في مره كده. بص ده برضو مكسرات. ده غير بقى طبعا عندهم حاجات بالهبل هنا، صوصات وحاجات كتير جدا. محتاجين بقى نعمل لهم فيديوهات تانية كده وحاجات نجربها. وبرضو عندهم شيبسيات بالهبل. يعني مثلا دي وجبه، بيقول لك ان الوجبه دي اصلا تستخدمها على طول. فعايزين نجرب بقى الحاجات دي بقى في مره تانية كده. عندك طبعا في اسيا الاكل البحري مشهور جدا. فانت عندك مثلا هنا اخطبوط متقطع، جمبري، معرفش ده سمك فيليه تقريبا. عندك بقى كل الحاجات دي المفروض بقى مشهوره، بس انا طبعا ما عنديش معلومات خالص. جمبري ده شكله رايق، نبقى نجيبه مره واحده. دي تقريبا والله اعلم بطارخ لو انا فاهم صح، يعني مش عارف. حد عارف ايه دي يقول لنا؟ يعني انا حاسس ان هي بطارخ، والله حاسس انها بطارخ، معرفش ليه، تقريبا بطارخ. بس عندك بقى انواع كتير جدا، يعني ممكن نبقى نجربها في مره. اللي ورايا ده بقى كله اللي هو بيتقال عليه الموتشا، اللي هي اللي طالعه ترند في مصر اصلا، اللي هي البتاعه الصغيره دي.
بتاع الصغيره دي طالعه ترند اصلا وناس كتير بتجربها. ففي منها نوعين، نوع اللي هو اصلا مش محتاج تلاجة، اللي جواها ما بيبقاش فيها ايس كريم، دي النوع اللي ورايا. في التلاجات بقى في بقى نوع تاني اللي هو جواه ايس كريم، فلازم تحطوه في التلاجة او تاكله في ساعتها، فده حاجه تانية خالص. وانا اصلا كنت جربتها مره من زمان قوي اول ما جيت هنا، وما كنتش اعرف ان هي اصلا مشهوره ولا حاجه. واحد صاحبي قال لي جربها كده حلوه، فرحنا جبناها كانت حلوه جدا. فدي بقى يا معلم كل ده يعني مثلا سعرها 2 يورو 49 سنت، ما اعرفش فيها كام واحده، يعني بتاع مثلا ايه، قول مثلا بتاع 10 كده، مش متاكد قوي بصراحه، بس احنا ممكن نتاكد. 120 جرام، لا مش كاتبين كام واحده، هي 120 جرام بس. تعالوا بقى ايه نروح بقى، انا خلاص قررت هشتري ايه. تعالوا نروح بقى نشتري الاندومي اللي احنا ايه عايزين نجيبها، يلا بينا. بعد تدوير وصلت للانواع اللي المفروض نجربها. اول نوع ده اللي هو الاخضر ده، تمام، ده المفروض نجيبه، اللي هو اللي هوت تشيكن فليفر، ماشي. ده نوع كمان منه بالجبنه، ده برضو المفروض نجيبه، او جبناه خلاص يعني هروح حاسب. ده كمان بيجربوه. والشبح منه بقى اللي هو ده 2 اكس، درجة الحرارة بتاعته 2 اكس. في منه بقى ال 3 اكس، بس ده مش موجود في الفرع ده، وانا مش هروح اجيبه من مكان تاني. هو ربنا عارف ان انا غلبان ومش بتاع شطة، فما لقيتوش، فمش هنجربه، احنا هنجرب الغلبان ده، ماشي. هو كده، هو كده، مش هنعمل ايه بقى، ما ربنا عايز كده. انا مش هروح اجيبه من مكان تاني. من وسط كل النودلز دي كلها قالت لي مش موجود، وقعدت تدور في المخزن وبتاع ما لقيتوش. فتعالوا بقى نحاسب ونروح ونشوف الحاجات دي ندفع فيها كام، وكمان ايه بقى ايه نروح البيت نجهز الحاجه ونظبطها ونبدا ندوق. يلا بينا يلا بينا يا معلم، عشان انا جوعت اصلا، والمكان مليان حاجات وسناكس، وانا بص والله ما قادر. يلا بينا يا جدع انت. اشتريت خلاص النودلز وحاسبت عليها الواحده بيورو 59 سنت. واللي في ايدي دي الالمان برضو عليهم حركات برضو من وقت للتاني كده حلوه. كنت واقف بتكلم مع ناس ورايا، اللي ورايا في الطابور على طول، فكانوا اشتروا موتشا، فقعدنا نتكلم ان المانجا احسن ولا الفراوله ولا الفانيليا. فلما طلعت لقيته بيبعت الولد الصغير بيعزمني على موتشايه صغيره، فبرضو عليهم حركات حلوه كده. يلا بينا بقى ايه نطلع على البيت بقى ناكل دي دلوقتي، عشان دي بالايس كريم فممكن تسيح مننا، ونطلع بقى على البيت ونجهز الحاجه ونبدا بقى. وصلت البيت خلاص وهبدا تجهيز للنودلز. انا مفروض هو في كذا طريقه بتتعمل بيها، وانا بصراحه بحب الطريقه اللي هي مفروض مش الصح، اللي هي مفروض بتشرب الشوربه فيها وكده. انا هي دي مفروض الطريقه مش صحيحه. الطريقه الصح بتاعها ان انت بتسلقها وبعد كده بتطلعها وتاكلها، لو انت هتحط التوابل عليها او هتحط لو معاها خضار او زيت. لكن المفروض الميه دي ما بتستخدمهاش. انا بحب بقى الطريقه التانية اللي احنا اغلبنا بنعملها، اللي هي بستخدم فيها الميه وبشربها كشوربه نودلز كده، وخصوصا مع الاندومي. دي مش صح، فنعمل بقى الطريقه الصح بما ان احنا بنجرب دلوقتي. فالمفروض بقى انت بتعملها ازاي يا معلم؟ بتسخن بقى حله جميله كده رايقه، وبما ان احنا اصلا هنستخدمها بالطريقه الصحيحه فممكن نسلق كل النودلز مع بعض. يعني احنا مش محتاجين ان احنا ايه نفصلها، طالما احنا كده كده مش هنحط الميه على التوابل، فخلاص يعني احنا كده ايه مش محتاجين ان احنا نسلق كل واحده مختلفه عن التاني. انا حطيت الميه خلاص، نبدا بقى ايه نفتح كل واحده كده ونحطها في الحله. بصوا دي كده، بصوا دي المفروض هي احر واحده اللي هي 2 اكس، دي الفليكس بتاعها. ودي بص الشطه 2 اكس دي بتاعها الشطه شكلها حمرا من عندي، ربنا يستر. انا مش عارف ليه بعمل كده، بس يعني اهو تجربه هنجرب. انا جاهز خلاص والنودلز خلاص جاهزه، يلا بينا بقى ايه نروح نجرب. جهزت كل حاجه خلاص، وجبت ازاز ميه وجبت كوبايه لبن. كل الناس اللي كانت جربت النودلز دي ايه لقيت جنبها ازاز ميه وكوبايه لبن، فانا قلت بقى ايه اعمل زيهم. ودي اللي انا قلقان منها ال 2 اكس دي. ورتبت الاكل، خلينا بس نتفق الاول هنجرب ازاي. دي اول واحده اللي هي البينك، اللي هي لونها بينك، دي هنبدا بيها الاول. وبعد كده اللي هي الجبنه اللي هي لونها اصفر. وبعد كده هنجرب اللي هي الخضراء اللي هي مكتوب عليها الكوريان بينز دي. واخر واحده اللي هي ال 2 اكس دي ربنا يستر منها. فتعالوا بقى ايه نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا بقى ايه نخلط كل لون كده وكل شكل مع بعضه. ده مفروض بيجي لك احلى حاجه بقى انا عجبتني فيها برضو، يعني مثلا بيبقى كاتب لك اصلا عشان لو اتلخبطت لان نفس الاكياس شبه بعض، فبيبقى كاتب لك عليها اصلا كل واحده منهم
يعني تبع ايه، اللون بتاعها عامل ازاي، عشان انا اصلا اتلخبطت ما بينهم، بس لقيتهم كاتبين اصلا كل لون منهم على العلبه، على الكيس من بره، عشان لو اتلخبطت في الالوان ولا حاجه تبقى عارف كل واحد عليهم ازاي. طبعا الحاجه الصحيحه اللي المفروض اصلا بيعملوها ان انت بتخلط بقى البودر كده زي الشاطر كده. ريحته حلوه، البينك ده ريحته حلوه بصراحه. وبعد كده بقى ايه الصوص ده، انا مش قلقان من التلاته دمت، يعني انا مش قلقان من التلاته دمت. هو تقريبا برضو سبايسي، لان في منهم بيبقى شكل الرسمه اللي عليهم من بره عليها سبايسي، بس انا حاسس ان هو ده اللي هيبقى سيء. وطبعا الاسوأ منه التلاتة اكس اللي احنا ما جبناهوش، فخلونا بس نسمي الله كده ونجرب. يا نهار ابيض، لونه احمر قوي، انا ما كنتش متخيل كده، كنت متخيل الاتنين اكس بس. لا ريحته مش شط، لا يعني ريحته مش شطه خالص. بص اهو لونه عامل ازاي. بقى ايه نخلط يا معلم كل الكلام ده. جبت بقى الايه الشتبشن او العصيان الصيني. نبدأ بقى ايه نخلط يا معلم. ده عايزة خلطة محترمة دي. اعتقد كده يعني نقدر نقول ان هي اختلطت. انا متحمس قوي، انا بجد والله العظيم متحمس جدا، لان انا فعلا كان نفسي اجربهم من زمان. وانا اصلا بحب الكوريان فود، وبحب اصلا اي حاجه ليها علاقه بالنودلز. يعني انا بجد نفسي اسافر كوريا عشان اجرب بقى النودلز هناك عامله ازاي. طعمها حلو قوي بس سبايسي، يعني انا يعني هي البدايه كده شكلها صعبه. يعني بقي كله شطه، جربتها 3 أو 4 معالق، يعني فعلا طعمها حلو. بس بالنسبه لي سبايسي ده، انا لسه بقول يا هادي دي اقل واحده، المفروض دي اقل واحده يعني. نفصل بقى الاول قبل ما نخش التانية. أنا فعلا بقي شطه، يعني أنا بقي فعلا شطه، مش عارف. ندخل بقى ايه على دي. ربنا يستر. يعني دي انا ما كنتش متخيل خالص انها تبقى حراقه، يعني فعلا ما كنتش متخيل خالص انها تبقى حراقه. دي لونها حلو قوي. دي تاني واحده اللي المفروض بقى بالجبنه، يعني اتعشم ان دي ما تبقاش برضو حراقه. يا نهار ابيض، الصوص برضو نفس اللون، احمر غامق، ودي حاجه مش مبشره خالص. دي اغمق من التانية. انا قلقان، انا الحقيقه قلقان. تعالوا بقى ايه نسمي الله وندوق. شكلها كبيره قوي يعني، ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكلها عامل ازاي. طعمها حلو قوي قوي قوي، احسن من دي، بس بالنسبه لي برضو فيها شطه، بس مش نفس قوه الاولانيه. الاولانيه دي عمري ما هجيبها، يعني الاولانيه دي مش هجيبها تاني. لو هجيب دي، بس برضو حراقه، فمحتاجين نفصل بصراحه. اللبن بيطري يا لهوي، مش قادر. يعني انا بالنسبه لي دي جميله، بس برضو حراقه. يعني انت شايف لونها عامل ازاي، لونها احمر وحاجه ما يعلم بقى الا ربنا. وانا دخلت جامد، يعني مش عارف انا يعني المفروض انا بدوق، بدخل بعشم قوي ليه معرفش. بس فعلا حلوه، يعني انا لو حد بيحب الشطه يحب دي قوي. وفيها طعم جبنه في الاخر كده اللي هو زي طعم شيتوس، فبالنسبه لك هتبقى حلوه قوي. طب بقى ايه نخش على تالت واحده. برضه نحط ده. ده الوحيد اللي معاه الفليكس، يعني مش معاه بودر، معاه فليكس كده. فتقريبا يعني الطعم في الصوص برضه، بس ده الوحيد اللي معاه الفليكس. بصوا قبل ما نعمل عليها ميكس، ده المفروض لونها ده الفليكس عليها بودر خضار. عشان كده اعتقد دي كانت المفروض اصلا يبقى فيها ميه، لان الحاجات دي مش هتدوب من غير ميه. بس يعني الناس شفتها عملتها كده فعملت زيهم. المفروض كده عملت لها احلى ميكس. بص يعني شكلها كده ايه، بس سمرة قوي يا جدعان. بصوا شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حلوه قوي، دي حلوه عن دي وعن دي، لان ما فيهاش شط، يعني مش شطه خالص. او انا بقي اصلا وقف وما عادش بيحس بالشطه
بس دي طعمها حلو، في طعم كده مسكر في الاخر. تصدقوا لا في شط بدأت تظهر في الاخر. يعني المفروض دي بالنسبه لي حلوه، انا حاسس انها حلوه، معرفش بس عشان بقى جربت اللي قبليها حر فبقي مش حاسس. بس دي طعمها حلو قوي، والاسمر ده عشان طعم البينز زي ما انا قلت لكم. واخر واحده دي بقى مفروض اللي هي الاتنين اكس. نخلط بقى كل الكلام ده، ربنا يستر لان انا قلقان. برضو ده جاي معاها الفليكس، يعني حاسس ان هي مش محتاجه، فيها سمسم وفيها الورق اللي هو بتاع السوشي ده بتقطع رفيع خالص. بصوا شكلها عامل ازاي، ده اللي هو الورق بتاع الصيني ده مقطعينه رفيع خالص، وجاي معاها سمسم. تعالوا بقى ايه نحط الصوص ده الصوص بتاعها 2 اكس مكتوب عليها. ربنا يستر، فتح ازاي، قلقان والله العظيم، والله العظيم قلقان، يا نهار اسوح. ده غامق جدا ده، بصوا لونه. تعالوا نخلط بقى كده. لا ريحته شطه، لا ريحته شطه جامد، باينه اصلا، ولا واحد من دول كانت باينه. ده ريحته شطه. بشوف بقى ايه ناس في الفيديوهات عينها بتدمع وناس بتقوم تجري، بس اعتقد ده مع رقم 3 اللي هو اعلى من ده، ما اعتقدش مع الاتنين. يعني الاتنين ده تبقى سواد يعني انا لو ده ما قدرتش عليه يبقى التاني ده هيموتني، ربنا يستر. يعني انا داخل بعشم قوي، داخل بعشم قوي. اهو بقى ايه تسمي ده، بص شكلها عامل ازاي، حمرا، لا حمرا مستفزه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نهار اسود، مش شط قوي يا جدعان شط قوي قوي. لا دي فعلا صعبه. يعني انا متخيل ان التلاتة دي هتبقى سواد. انا حاسس بقي كله نار، انا شامم ريحه الشط، يعني حاسس بريحه الشطه في مناخيري، وبقي من هنا كله نار. لا دي تقيله، يعني دي تقيله. في الاول كنت قادر استحملها، دلوقتي لا مش قادر. لا المفروض ما تشربش ميه، الميه ما بتعملش حاجه وبتزود الموضوع، بس مش قادر. دي بالنسبه لي فعلا صعبه، يعني انا اصلا خايف اكل معلقه تانية. الباقي انا دوست فيه عادي، ده انا خايف اكل فيه معلقه تانية بصراحه. لا بقي كله فعلا شطه. انا معرفش اللي هي رقم 3 دي هتبقى عامله ازاي. دي بالنسبه لي سواد، وشي من هنا، بقي من هنا، الحته دي كلها حاسس ان هي نار. هلخص لكم بقى خلاصه تجربتي وايه الحاجات اللي عجبتني وايه الحاجات اللي انت ممكن تجيبها. الاول واحده دي اللي هي الخضره، لو انت بتحب الحاجات اللي هي فيها طعم مسكر في الاخر هاتها، لان هي فعلا طعمها حلو وفيها طعم اللي هو البلاك بينز زي ما هما كاتبين، وطعم الصويا صوص. فدي بالنسبه لي احسن واحده. لو بتحب الجبنه مع الشطه ومش عاليه قوي الشطه، مش زياده قوي، هات دي رقم 2 اللي هي مكتوب عليها اللي تشيز الجبنه اللي هي الصفراء. اول واحده اللي هي البينك دي يعني لطيفه، بس ما كانش احسن حاجه، مش حاسس بطعم قوي بصراحه، مش حاسس بطعم خالص، بس هي مش يعني فيها شطه اكتر من الباقيين. الاتنين اكس دي بقى بالنسبه لي كانت سواد، يعني هي شكل النودلز نفسها، يعني انتوا بصوا هنا النودلز نفسها حمرا جدا. فلو انت هتجيب الاتنين اكس دي، او اعتقد التلاتة دي برضو هتبقى سواد، انا مش هقدر على التلاتة دي طبعا. الاتنين اكس دي لو انت هتجيبها هاتها مع حد، لان انت لازم تبقى بتحب الشط قوي وما بتتاثرش، لان انا حاسس بقي هنا نار، فانت ممكن تكون ما بتتاثرش. التلاتة دي اعتقد سواد، فدي لو هتجيبها بقى تبقى انت شبح الشطه. وده كان خلاصه تجربه النهارده للنودلز الكوري. لو عجبك الفيديو، لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو انت على الفيسبوك اعمل فولو، واشوفكم في فيديوهات جديده. وقولوا لي برده في الكومنتات كده لو انتوا عجبكم الفيديوهات من النوع ده، ان احنا ممكن نعمل برده سناكس من كوريا، ممكن نعمل سناكس من الصين، ونعمل التجربه مختلفه على الحاجات اللي زي دي. وكمان ممكن نجرب مره اللي هي رقم 3 اللي هي 3 اكس دي. انا عارف الموضوع هيبقى صعب شويه، بس ممكن نجربها عشانكم. ما تنساش تعمل لي في الكومنتات برده وتكتب لي لو انت ممكن تجرب اي حاجه من الحاجات دي، ولو انت جربت برضو سناكس من كوريا قول لي برضو احلى حاجه جربتها وعجبتك ايه، عشان اجيبها برضو هنا في القناه. سلام.